ازاي تصلوا على النبي؟ انتوا بتصلوا على النبي غلط، انتوا فاهمين الآية غلط. ربنا بيقول بسم الله الرحمن الرحيم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فحضرتك تقوم عامل ايه بقى؟ او تقوم قايل ايه المفروض تعمل؟ لا، انت بتقول ايه؟ اللهم صل على النبي، اللهم صل وسلم على محمد وعلى ال محمد. طيب يا حبيبي، انت كده ربنا بيقول لك صلوا عليه وسلموا تسليما، انت اللي تصلي. فانت بتعمل ايه؟ بتقول لربنا لا يا رب صلي انت، اللهم صل على النبي. يوم الناس تفسر بقى وتقول لك اصل احنا مش هنقدر نوفي النبي حقه بالصلاة عليه، فبنطلب من ربنا. يا سلام، يعني ربنا امرك امر في القرآن الكريم انت اصلا مش هتقدر عليه؟ طب امرك ليه؟ مع ان ربنا برضه في القرآن قال لا يكلف الله نفسا الا وسعها. يعني ربنا مش هيأمرك بحاجة انت مش قدها، يعني بالمنطق كده، وده من عدل ربنا. امال ايه بقى موضوع الصلاة على النبي؟ ركز معايا جدا جدا، وصفي نيتك وصفي قلبك، وشيل من دماغك ان الموضوع فيه صيغة او كلام بيتقال. اسمع يا سيدي. شفت هغني. ربنا في الآية رقم 1 من سورة إبراهيم بيقول بسم الله الرحمن الرحيم: ألف لام را، كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور. الناس دلوقتي ربنا أرسل كتاب وأنزل كتاب إلى النبي. ليه؟ عشان يخرج الناس من الظلمات للنور. إذن القرآن، إذن الوحي، الكتاب، آيات القرآن ربنا أنزلها للنبي لتخرج الناس من الظلمات للنور. اتفقنا كده؟ يبقى الناس هيخرجوا من الظلمات للنور ازاي؟ بالكتاب اللي ربنا أنزله للنبي. ده وسيلة الهداية والخروج من الظلمات للنور. نروح لسورة الأحزاب، ربنا بيقول بسم الله الرحمن الرحيم: هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. يبقى ربنا دلوقتي في الآية بتاعت سورة إبراهيم قال إيه؟ قال إن الكتاب هو اللي يخرجنا من الظلمات للنور، أو يخرج الناس من الظلمات للنور. وفي سورة الأحزاب قال إيه اللي يخرج الناس من الظلمات للنور؟ الصلاة بتاعت ربنا والملائكة علينا. ربنا لما يصلي علينا هو والملائكة عشان يخرجنا من الظلمات للنور. إذا بالمنطق وبالهدوء، الكتاب يخرجنا من الظلمات للنور، وصلاة ربنا والملائكة علينا تخرجنا من الظلمات للنور. إذا الاتنين واحد. إذا إزاي ربنا بيصلي علينا؟ من خلال الكتاب، من خلال القرآن اللي أرسله لسيدنا محمد. تمام كده؟ لحد كده في مشكلة؟ ما أعتقدش إن في مشكلة. إذا هنخرج من الظلمات للنور بالكتاب اللي هو ربنا بيصلي بيه علينا. بس بيصلي علينا مباشرة ولا في وسيط؟ في وسيط، والدليل إن بعد الآية دي في سورة الأحزاب برضو ربنا بيقول الآية المشهورة بسم الله الرحمن الرحيم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اتفقنا إن ربنا يخرجنا من الظلمات للنور بإيه؟ بالصلاة علينا. وقبلها قلنا هيخرجنا من الظلمات للنور إزاي؟ بالكتاب اللي أنزله على النبي. يبقى احنا دلوقتي هنخرج من الظلمات للنور بالصلاة علينا اللي هي الكتاب. وزي ما اتفقنا دلوقتي إن ربنا لما أنزل الكتاب هل أنزله علينا احنا؟ لا، في وسيط اللي هو مين؟ سيدنا محمد. وعشان كده الآية الأخيرة اللي أنا قلتها ربنا بيقول إن الله وملائكته يصلون على النبي. الله وملائكته يصلون على النبي، يعني في تواصل، في صلة، في وحي، في كتاب راح للنبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه، صلوا على النبي. خدوا منه بقى الكتاب، خدوا منه القرآن، خدوا منه التعاليم اللي هتخرجكم من الظلمات للنور. وسلموا تسليما. امنوا، سلموا، امنت وسلمت ليك يا رب. سلموا تسليما، مش سلاما، مش سلاما. يعني عشان يعني اصحاب الدين الموازي
يبينوا ان هم صح ومفسرين الآية صح. في حديث واكيد النبي ما قالهوش يعني، بيقول ايه بقى؟ ان الصحابة راحوا للنبي يقولوا احنا علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك؟ طب هل الآية اصلا ربنا بيقول فيها سلموا عليه؟ هل الآية ربنا بيقول سلموا عليه ولا بيقول صلوا عليه؟ صلوا عليه وسلموا تسليما. سلموا تسليما، ما قالش سلموا عليه. فرايحين يقولوا له احنا عرفنا ازاي نسلم عليك. يا جماعه في ايه؟ هي اصلا ايه ما فيهاش سلام على النبي اصلا. كل ده عشان يثبتوا ان الصيغه بتاعت اللهم صل وسلم على محمد. وبعدين يعني الصحابه فرضا كانوا بيسلموا ازاي على النبي؟ علمنا كيف نسلم عليك، بيسلموا ازاي؟ بيخشوا يسلموا كده ولا بيقولوا ازيك يا رسول الله عامل ايه؟ ايه ده السلام؟ صلوا عليه، روحوا للنبي، خدوا منه الوحي، خدوا منه القرآن، اتعلموا دينكم وسلموا تسليما. امنوا وسلموا ليه؟ عشان تخرجوا من الظلمات للنور. يا جماعة القرآن ما بيتاخدش يعني بالسطحية دي، او ما بيتاخدش آية لوحدها، كل آية لوحدها. اربطوا كل حاجة ببعضها يا جماعة تفهموا والله العظيم. وبعدين تاني سلموا تسليما مش سلموا سلامة. التسليم غير السلام، وربنا ما قالش سلموا عليه، عشان بس الحديث اللي الناس كلها بترد بيه. اتمنى يكون الفيديو ده كافي ووافي، واتمنى ان يكون في حد فهم، لو واحد فهم.